السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. معكم أمينة حناش. اليوم جيت ندير معكم جراتان ساهل ماهل وبلا كريم فريش وما فيهش تانيك البيشاميل ويجي بزاف بنين. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. الوصفة تاعي هذه نسحق فيها بصلة تكون مقطع رقيق أو تقدروا ترحوها بالأشواق. درتها في مقلاة فيها شوية تاع الزيت، ضفت عليها فلفل الكحل والملح، زدت فوقهم 3 حبات تاع زرودية كنت ربيتهم وخليتهم حتى دبالوا كامل مع بعض. من بعد ما بدات تدبل لي الزروديه وتقلات مليح مع البصل، ضفت لها نصف صدر دجاج. انا هنا ما درتش كونتيتي كبيره، اللي حبيتوا ديروا كونتيتي كبيره تقدروا تضعفوا الكميه. خليتهم يطيبوا مع كاس تاع الماء. من بعد ما نشف لي هذاك الكاس تاع الماء ودار لي بتيت صوص، فتت هذاك الدجاج تاعي وعاودت رجعته فوق الزروديه، حطيتهم دكوتي ودرت في بول 2 حبات تاع البيض. الا ضعفتوا الكميه ديروا 4 بيض مع كاس تاع الحليب وكميه من الجبن الطري، ضربتهم كامل مع بعض. تقدروا تضيفوا شويه تاع الملح وشويه فلفل الكحل. وإلا شفتوا روحكم درتوا يعني الملح زياده في لافاخس تاعكم هديه تاع الدجاج وزروديه، تقدروا تستغناو على الملح. هنا خلطت كامل المكونات مع بعض ودرتهم فوق البطاطا. كنت قليتها وقطعتها صغيره وحطيتها في لي غامكان دياولي. هنا كما راكم تشوفوا حسيت باللي ما كفانيش هذاك البيض والحليب، زدت ضربت حبه تاع البيض ودرتها مع الحليب، عاودت رجعتها في هذاك البول وزدت درتهم من الفوقه، يعني حتى تحسوها شامخه شويه هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد دخلتها للفرن، طابت لي من تحت، زدت حمرتها شويه من الفوق، يعني لو طون يطيب لكم من تحت تكون تحمرت لكم من الفوق، سورتو الا كان الفور تاعكم فونتيلي. شبحتها هكا شويه بالغوماغا من الفوق وتحصلت على الشهى والد غراتان. تقدروا تجربوها. الا جربتوها ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، والا عجبتكم ديروا لي جيم. بقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.